السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والنهاردة يا جماعة جبت لكم الفصول الجديدة من حكاية فانغي. وفي الفيديو دوت احنا هنلخص الفصل 23 وال 24 من حكاية فانغي. فلو انت شخص لسه جديد في القناة وأول مرة تشوفها فخش انت تشوف الفصول التانية الأول. وعشان مطولش عليكم يلا بينا نبدأ. بنكمل حكايتنا. شباب بتقول دلوقتي البوابات اتفتحت، انت ممكن تخشوا. وفعلا كل الفرق بعديها بتبدأ اللي هي تخش على المنطقة المحظورة، وبيكون برضو في شوية ناس خايفين انهم برضو يخشوا. وزو بتقول لفان على مراتب الناس اللي موجودة، واللي يعني أقل حاجة مبيبقاش شبه نجمتين أو 3 نجوم يعني. والمساعدة بتقول وقتها لشياه وانت متأكدة من الخيار دوت عشان أقل يا شيزوز موجود جوه مين مستوى بيه. فاشية بتقول لها ما تخافيش، روحي بس اللوك لعملك. وفي الوقت دوت فريق فان بيكون قاعد بيمشي عادي. وقتها صاحبة لين بتكون قاعدة بتتقيأ من الرائحة المتعفنة اللي موجودة في المكان ومن رائحة الجثث وكده. ده حتى الناس اللي قدامهم برضه كانوا بيتقيأوا. وإن خاصية الظلام تعتبر من التلوث وكده يعني. وإن الشجرة اللي في المستوى بي توحد رواد عالم فاس الشبح. أما المستوى إيه فتعادل عالم تشكيل الروح. والمستوى إس يعادل عالم الألماس. لأن وقتها بتسأل سو اشمعنى انت مش بتتأثري، فبتقول لهم اللي هي متعودة على الشخصيات اللي زي كده. وفرغ برضه مبيكونش متأثر بسبب طاقة الشمس وطاقة الرعد اللي عنده، وبسبب برضه انه مخترق عالم تشكيل الروح. وفي الوقت دوت الحاج لوط بيكون قاعد بيقتل في الشيزات وبيكون مفكر نفسه اللي هو يعني جامد وفشيخ ومفيش حد زيه. وفي الوقت دوت لين برضه بتكون قاعدة بتكح بسبب الطاقة الملوثة. وفرغ أول ما بيشوفها على طول بيخبطها خبطتين على ظهرها، وأول ما بيخبطها الطاقة بتاعته بتكون جت فيها خلاص ومش بتكون حاسة بأي حاجة خالص. والطاقة اللي جت فيها ديت وقتها مش كانت أنا بتحس بأي طاقة ملوثة تاني خالص. وسو وقتها بتقول أنا دلوقتي فهمت انت عندك 3 خصائص. وفرغ بيقول في نفسه في الحقيقة أنا عندي خاصية كمان الدمار، بس خليني كده أسيبها زي ما يكون يعني الورقة الرابحة. وبيروح عند صاحبة لين وبيقول صح أنا نسيتك، وقتها بيحط لها برضه طاقة الشمس. فرغ بعديها بيسأل الفريق بتاع سو إذا كانوا برضه عاوزين يجربوا الموضوع دوت. هو بيوافقوا وبرضه بيديهم كل واحد من طاقة الشمس بتاعته. هو في الوقت ده بيكون في وحش جاي من وراهم وفرغ بيحس بيه وبيحذرهم منه. وقتها فاهم بتهجم على الوحش اللي بيكون خلاص قدام صاحبة لين وهيقتلها. هو بيكون فعلا لسه خلاص هيضربها بس السوق بيزود طاقة الضربة وبتوصل له أسرع وبيختفي وقتها. وسو بتحذرهم إنه هو اختفى. وبعديها المئات من الجثث اللي هي البشر يعني والزومبي بيهجموا عليهم وبيحوطوهم. بس فانغ وقتها بيطلع سيفه وبيفعل طاقته وضربتين على الأرض بيحرق بعديها كل الزومبي وكل الجثث اللي موجودة حواليهم. وبيقول لهم إن هم كده خلاص بقوا بأمان. وبعدها بيتكلموا بيقول هم لازم ياخدوا بالهم. وقتها شيو بتشوف المدعكة اللي وقتها فرغي كان عملها، وبتقول بضربة واحدة بس سحقوا وحشين وهميين من المستوى ايه. وقتها لين بتقول ان هم لازم يكونوا مع بعض، وبتقول لصاحبتها اللي هي تقوم بسرعة. وفي الوقت دوت كلهم بيسمعوا اصوات غريبة، واللي بتقول انت سمعت الصوت دوت فبيرد عليهم بيقولها ايوه. وقتها الكل بيحس بزلزال في المكان. هو بيكون في جاسوس من المستوى اس محدش عارف يهزمه. وقتها بنعرف ان الشيء اللي بيجروا منه دوت هو اللي عمل خسائر فادحة للوحدة، واسم الشرير دوت هو المجد المظلم. وبعدها الحاج الحجوز دوت بيقرر وقتها اللي هو يتصدى للشرير بنفسه. بس هو أصلاً انا عارف وانت عارف والكل عارف ان انت مش هتقدر تعمل حاجة يا كابتن. واول ما الشيطان على طول بيجي جنبه بيبتلعه بكل سهوله. مش انا قلت لك عن الحاجه اللي انت مش تقدر تعمل حاجه. وبعديها بعد ما شازوز بيبتلعه بيبدا كل هو يبتلع كل الناس اللي موجوده. وقت كل الناس اللي قدامه فريق فنخ كلهم بيموتوا بسبب الشازوز دوت. فالغي وقتها بيقرر اللي هو يروح بنفسه وبيعمل حاجز عشان يحميهم. وسو بتقول انت بتعمل ايه؟ مد المظلم دوت هو حالة مكثفة لسمة الظلام بقوتنا مش هنقدر اللي احنا نوقفه. ده الراجل العجوز اللي في عالم تشكيل الروح ابتلع مباشرة. فالغي بيقول له ايه يعني لو كان مكثف انا هروح بنفسي وادمره. وبعد ما بيقول كده بيطير على طول على الشذوذ بسرعة جبارة. وقتها بيخش جوه الشاروخ دوت وبيشوف الكتير من تنانين الظلام.
فالغوتا بيقول مستحيل الشذوذ دوت يكون من مستوى اس، فبكل التنانين ديت على اقل حاجة بيكون في المستوى اس. وبعدها بيشغل سورة الرعد في ايده وبينزل ضرب فتكي لتكي متكي شهتكي في الشياطين والتنانين. تنين بيجيله من وراه بس دوت يا حبيبي ما بيهموش، بيديله ضربة وطبعا بيخلص عليه، وبيدي ضربة كمان لكل التنانين اللي موجودة وبيمسح بكرامة أكثريتهم الأرض. بيشوف بعديها الراجل اللي كان في مستوى عالم تشكيل الروح واللي بيكون الشذوذ قاعد يمتص فيه وبيكون لسه على قيد الحياة. فالغوتا بيعمل القدرة اللي كان عملها قبل كده على الذئب وبينزل الصاعقة عليه، وفعلا بعد ما بيضرب الضربة ديت الراجل بيتحرر. فالغوتا بيقول بالفعل لا يزال هناك بعض الأمل. بيبص للشذوذ واللي بيلاقيه كبر بطريقة غير طبيعية، بيقول في نفسه الوضع كده مش هيبقى نافع ابدا، خليك بقى كده متأكد ان المرة الجاية ديت انا فيها هختمك بالكامل وهدمرك. هو بيجرب كده وتثبت البركة عليه بس الوحش ما بيتأثرش خالص. فهو وقتها بيبتسم وبيقول له انت كده طيب تعالى لي اعمل حاجه. بيطلع سيفه وبيعمل هالته في نفس الوقت. هو وقتها بيقول للاسف انا ما كنتش جبت معايا سمة الدمار بتاعتي، بس كده من غيرها انا اعرف اهزمك. وقتها بتحس ان الحاجز اللي هما فيه قاعد بيضعف واحده واحده، وبتسأل وقتها سوء على الموضوع، وسوء وقتها بتقول لها ان ديت حاجه عاديه وحتى لو ضعف فاحنا هنجمع قوتنا ونعرف يعني نشغله. لين وقتها بتطمن بس مرة واحدة بيشوفوا الراكت فرغ اللي بتنطلق في المكان، وفرغ وقتها بيعمل تقنية الختم بتاعته. وقتها صاحبة لين بتقول لها ان دوت ابن عمك يا لين وقتها بتقول الحركة ديت يا لها من روعة يا سادة. شيا وقتها بتقول سمة نار السماء وكمان ختم، هو ختم المد المظلم. فالغوتا بيزود الختم عليها وبيقول أمر التنانين التسعة، ختم القنبلة الموقوتة. وطاقة جبارة وقتها بتكتسح المكان وبتروح عند الختم وبتعمل طبقة خارجية ليه، وكده فالغ بيقدر ان هو يختم المد المظلم اللي كان عامل رعب لدولة شيعة. وكده يعني بينتهي الفيديو بتاعنا، اتمنى يكون عجبكم وراكم في فيديو اخر ويلا سلام. ومستنيش يعني عن سرعة النهاية ديت.